تحدث أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الزمالك عن جمهور الزمالك وعن دوره مع الفريق في كل الفترات، حيث أكد إن جمهور الزمالك لم يتأخر يوماً عن دعم الفريق، وطوال تاريخه مع الفريق والداعم الأول له في أصعب الظروف هذا شيء نحترمه ونقدره. وأؤكد أن أكثر شيء يسبب ضيقاً للاعبين هو إنهم غير قادرين على إسعاد الجمهور، وإن شاء الله نقدر نسعدهم في المرحلة القادمة. وتطرق بالحديث عن ناصر ماهر، حيث أكد ما زال يحتاج إلي بعض الوقت للعودة والمشاركة في ظل الإصابة التي يعاني منها. وعن محمد صبحي حارس الفريق قال: بدأ يشارك في الميران واقترب من العودة، وأيضا أحمد الجفالي يقترب من العودة وأتم. هيكون في تغيير في المفاهيم والأمور الفنية، والهدف الآن هو ظهور الفريق بصورة تليق بالجمهور في ظل بحث الجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادي للاستقرار على أفضل العناصر لمواجهة بيراميدز غدا في الدوري. استقر أيمن الرمادي على الدفع باللاعب محمود حمدي الونش في قلب الدفاع خلال مباراة بيراميدز. غدا استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي على إعادة الحارس محمد عواد إلى حراسة مرمى الفريق خلال مباراة بيراميدز غدا في الدوري. تم الاتفاق مع عبد الله السعيد على تجديد العقد لمدة موسمين، وتم الاتفاق على القيمة المالية للصفقة ومدة التعاقد، وتتبقى فقط خطوة تجديد توقيع العقود، حيث سوف يتم عقد جلسة بين الزمالك وعبد الله السعيد عقب مباراة بيراميدز القادمة في الدوري غدا.